تحياتي لجميع الصديقات والأصدقاء اللي تسمعونا. طبعا هاي حلقة تانية مسجلة بعملها، بالظاهر عجبتني الشغلة. وتحياتي خاص ناصة العزيزة نايا. تحياتي نايا، كيفك؟ شو أخبارك؟ وتحياتي لحسن فليح. طيب، اليوم الحلقة صراحة على هذا العبد الأسود سمير مناعي. حسن فليح ما اسمه مناعي، اسمه سمير مناعي. اسمه مناعي، كنيته مناعي. هذا العبد الأسود الحقير. اليوم بدي أظهركم تفاهته وحقارته. اليوم صراحة فتحت شوي الماسنجر اللي بيني وبينه، انصدمت بتفاهته وحقارته الشخصية الحقيرة. عمشت كان واحد حقير وتافه. ما كنت أنا عارفان لهالدرجة، يعني كيف؟ ما بعرف كيف كنت أنا مصاحب هيك ناس. أنا ما فهمت يعني كيف كان هذا التافه الحقير كان يعني من أحقر الشخصيات الموجودة. هو هذا الحقير العبد الأسود سمير مناعي. شي حقارة ما بعد حقارة. اليوم طبعا ما بدي أفتح كل الماسنجر بيني وبينه، شي طويل كتير، يعني بده ساعات أو بده حلقات كتيرة. فاليوم في كم شغلة يمكن بطلع لكم إياها وبفجيه. طبعا وعدته لصديقنا حسن على موضوع تأليف القصة اللي ألفوه عليه. طبعا هو اللي ألف هذا الحقير وليس طوكيو، وأنا قلت له بالحلقة الماضية إنه مو طوكيو، واللي ألف القصة هو هذا الكلب طبعا. والآن سوف نقدم له الدليل حسن. يعني طبعا حسن أنا واثق إنه هو كلامي أنا لما بحكي أنا بحكي كلها ثقة، يعني كله في عندي أدلة عليه. ما بحكي كلام أنا لا أنطق عن الهوى، إنما أنا وحي يوحى إلي. يعني محمد مو أحسن مني. فلذلك نسوي لكم الآن شير سكرين ونرى سخافة هذا الحقير الآن. تايلاند طبعا شايفين. طبعا هذا هو. هلا بحط لكم أيضا أنا شو اسمه تسجيل صوتي له كمان عشان تعرفوا حسابه. هذا سمير مناي حسابه. طبعا شوفوا، هل تعرف قصة فلاح الزيل؟ وهذا شيء تعجب. طبعا يعني كل الكلام بطلع هذا كان وقت ايام عز مشاكلنا مع حسن. كاتب له لا شو قصته. طبعا شايفينها واضحة، مو مبين عنكم. نرفع شوي. تعرفش ان ابوه قتل اخته وهو في السجن؟ عندي الفيديوهات الداعمة وتأكد بنفسك. حكموه 34 سنة في أمريكا. طبعا هذا الكلام ثواني. تاريخه 17 نوفمبر الساعة 19:50. مبين عنكم 17 نوفمبر 2020. هذا الكلام يعني قبل لا طوكيو يساوي ولا شيء الحلقة، يعني من 2020. هذا كان كلام بيني وبينه. كان عم بيحكي انه قصة حكموه 34 سنة في امريكا. انا كتبت له اوف. طبعا هون بعت لي صورة على اساس هاي البنت اللي قتلت. فايتا جيلايتد. هون مكتوب انه سمير هات اين بلدة فايتا جيلايتد، يعني بالالماني انا فيجين، لانه هو بعت لي اياها، يعني سوى لي اياها. ما بعرف والله بالعربي شو معناتها، يعني اعادة نشر يعني من شي محل بعت لي اياها هو. طبعا سوري نعتذر من البنت نحن اذا كانت كلامه صحيح مقتولة او كذا. فما بعرف، بطالع على السريع هيك وبقربها عشان هاي صورة اللي عم طالعها. طبعا دائما هذا الكلب. انا كتبت له اول مرة اسمع المعلومة، كتب هذه اخته هو علشان الشرف قتلها. انا قلت له هون مبين. بعت لي كمان هون كاتب لي سمير هات اين بلدر فايتا جلايتد، يعني كمان بعت لي صورة على اساس هذا ابوه الحسن. طبعا نعتذر من الرجل كمان كتب لي شوف هذا ابوه. كتبت له انت متأكد؟ كتب قتلها بالسيارة 3 مرات يدعس عليها. قال انت تفهم انجليزي؟ كتب لي. قلت له ايه طبعا. بعت لك الفيديوهات، عندك الرابط. كتبت له انا
عنده أخوه فرحان بأبوه العرس، وهو لسه ما تعلمش ويهاجم البنات اللي خالفوا العرف والعادات زي أسماء. يعني على أساس وعنده أخوه، يعني على مين بقى عنده أخوه؟ يقصد أخوه يعني على لحسن، ما بعرف. أوكي، اليوم ببعت له كم كلمة للعرس حسن. سوري حسن. أنا يعني كتبت لك بعد تعرف يعني 2020 كان عز المشاكل بيناتنا. رجع بعت لي صورة كمان، هذا فايت اجريتد على اساس هذا صورة او فيس موقع او موقع يوتيوب. اوكي هلا بشوف الفيديو، بعت لي رد من الفيس، كتبت له نلتقي في البث، لا تنسى الدعم وشكرا لك عزيزي. مرعب بصراحة، أرجو أنك لا تتصل بي الآن. بتصل بي الآن، خلينا نعملها مفاجأة عند المسلمين والعرب في بلاد الكفار، واقترح يعني بالمرة لو بينعتونا بالغيرة أخلاقيا وكل الحكي ده. أنا كتبت له أوكي. طبعا هذا تسجيل صوتي، أنا كتبت له هون سمعوا هيك، يعني ما بدي أكلمه، ما أخته، يعني ما بنزل الصورة أخته، يعني ما لنا دعوة فيها، بس كان ده لطه بس كلمة. طبعا هون أنا عبال له كان بدي أقول له ليش إنه أنا ما بنزل صورة لأخته، ما دخلوا فيها، لأنه كثير عم ياكل الهوا صاير على الشات عندهم. امبارح كثير تهجم عليه الحقير هو. مسوي حلقة، نسوي أنا كمان برأيي نسوي حلقة على الزيول عنون هن نفسهم، أو الحلقة أنت تكلمت عليها الموضوع شرف في الغرب، يعني عند المسلم كمان حلقة حلوة بتصير. أوكي، ما أنت بنلتقي على البث لأن الحلقة يعني رابط الحلقة. شكرا لك عزيزي سمير. طبعا هذا انا بعثت له انه اوكي، بس انا ما بطالع اخته، يعني ما هذا انا بالوقت ولا جبت سيرته كمان، يعني انا ما جبت سيرته وهي حسن موجود وهذا عز المشاكل وعلى اساس هو بعته. انا طبعا ما جبت سيرته ولا ابدا، ولا جبت له سيره لحسن، ولا حتى يمكن ولا قلت له انه ابوك بالسجن. مره واحده بس طلعت بحلقه قلت له انا عندي بياناتك وهيك شيء، يمكن لحسن بتذكر، ما بتذكر، بس يمكن مره قلت له اياها، بس هي بعدين يعني مو هالوقت هي. قلت له اياها مره بس لحسن، هيك شلفت له اياها، بس انا ولا جبت السيره هي ابدا. قلت له انا اخته ما لي علاقه فيها، لو يعني حتى لو كانت انا يعني القصه كلها تلفيق، طبعا هو ملفقه تلفيق، هو ايش اسمه. كتب لي وين تحت امرك مستينا الغالي، انا حطيت له وين قلبيني، حط له خريطين كنت والله لو اعرفوا بين ندالي هي. كتب لي خلي بالك في حلقة عن طه الساعة 22 وهي مهمة، عندها علاقة بحلقة حورس لايف اليوم، ما بعرف إذا كنت شفتها أو لا. أليكس عم يدخلنا، كتبت له أليكس عم يدخلنا بصراعات مو وقتها للأسف. طبعا هذا الإثبات، هلا واحد، هلا بنرجع نشيل شير سكرين لأنه في شغلات ما بدي أظهرها يعني. هذا الإثبات طبعا إنه هو هذا الكلب من 2020 كان عم يروج لهالفكرة، يعني طبعا جا روج عندي، أنا ما رديت عليه، ما طالعتها ولا شيء، وقلت له حتى يعني حتى أنا لو كان كلام صحيح ضد حسن، يعني شو دخل أخته بحسن مثلا؟ أنا مشكلتي مع حسن، أنا الخلاف بيني وبين حسن مثلا، مو بيني وبين أخت حسن ولا أبو حسن ولا أم حسن ولا أخو حسن، شو دخلني أنا؟ وانا قلت له يعني حطيت لكم تسجيل صوتي اللي هذا، ان شاء الله يكون طبعا مسموع لكم تسجيل صوتي، بس اظن كان مسموع يعني. ما بعرف، شوفوا هذا ندالة الشخصية القذرة، يعني كيف كان ندل وحقير. الآن في شغلات ثانية، بس يعني شات كثير طويل، يعني بده حلقات صراحة. طيب الآن نرجع في شغلات يعني صراحة، أنا اليوم أنا تفاجأت فيها، أنا متفاجئ ببعض الأمور، يعني كيف هيك بوقتها مرقت. طبعا ما أعرف حدا إلا ما كان يشلي عليه ويحكي عليه.
بعد جاء بالي افتح اللايف، افتح هذا كله. حلوين خوخو بعد لي صور هون، بعت لي صور دانيال وهادي وخلف هيك على اساس هيك باشكال يعني ايش اسمه دقيقة. خلف يوسف يا جماعة ما بعرف ايش تبليغ سترايك عامل له كان لمين ما بعرف سترايك بعت لي اياه. بس في شيء مهم يعني، في شغلات هلا هيك شغلتين ثلاثة مهمات أفرجيكم إياها عن قذارة هذا الحقير حقيقة تتفاجئوا. وفي شيء كمان حتى هو على مون لايت حكي هون. وفي أيضا كان حديث الساعة هارون لما كان معنا مرة، أتذكر إذا أجا كان صارت مشكلة هيك على الهواء وقت نتالي ما نتالي يعني وقتها أنا وهارون اختلفنا شوي، بس هو كان معه صاحبه يعني عم كاتب لي حتى على هارون هذا الخول هارون يعني معلم هو بعد لأنه من جديد اختلف مع هارون هو يعني هو كان على أساس صاحبه لهارون. لا والله افتح لكم الشات ليش انا اشيله شوي افتح لكم ردوا على انتم تشوفوا معي انا عم بنزل شوي شير سكرين كده. ثواني ارجع افتح الماسنجر. اين انت يا ماسنجر؟ هاي الماسنجر تعالى تفرجوا معي شوي. طبعا الان شوفوا هذا هون بعت لي فيديو هدول طلعانين. كان يبعث لي فيديوهات على اساس يعني نايمين وهذا كله فشخ وقت الصبح تصبح مستي ما لها صورة سارة. بدي أنزلها على بوستر لحلقة بكرة، حتكون حلقة كتير حلوة عن أحمد سامي وكلابه. هاي وقتها طبعا وقت كنا نازلين فيه نحن هاي عز المشاكل يعني. أنا كاتب لي زي ما قلت لك لو عايز صورة لأي كلب منهم أنا أختار لك أحلى صور، قل لي صورة مين أبعت لك. أبعت لي أنا كتبت له أبعت لي صور لخلف وهادي ودانيال، طبعا صور نكون مضحكة وهذا لحظات. كاتب لي وارجع لك لا تطول أنا لازم أنام شي كم ساعة. ولا يهمك راح ابعتهم، بس هذا كله يعني على الفاضي. هلا هون بعت لي صور هذا اقرع، هذا دانيال، هذا خوخو، هذا ما بعرف وقتها كان شو اسمه نسيت اسمه والله. صور اخرى لهادي قصدك؟ ابعت لهادي انا كتبت له ايه. هاي بعت لي لهادي طلع صور طبعا كده انزل على البوسترات، انا اسوي بوسترات عليهم بوقتها. هون كاتب لي التنمر على اسماء من اكبر شرموطه ورابط، والله ما بعرف مين بوقتها بيقصد ما بعرف. هون كاتب لي مسلي بن جوفي من هذا بن جوفي أظن بن جوفي بأظن بن جوفي مصري مو تونسي، هو فقط حافظ شوية شتايم بيطلع بيها على الناس من سوء حظه. أنا تونسي وصل المعلومة وصل المعلومة يعني أنا أوصلها. قلت له أوكي. مسلي صار في تهديد بالقتل إليك يعني إلي قصده إلك. احنا بنحاول عم اخري تحت يهددوني بدهم يحذفوها. لا ايه هددوني بالقتل يعني على اساس سجل التهديد بس لو سمحت قبل الحذف. انا ما اقدر اسجل، طلبت من حدا اخر. انه غبي هو. اوكي كتبت له اوكي. انت ممكن تطلب حد تاني يسجل يكون احسن خلي بالك. ايوه هو كتب لي هون هارون سكران مستي عديله عديها عديله يخرب ديله تمام. هون لما طلع كان سكران هارون وقتها شو اسمه مستي طلع لسعد هو سكران الاخر. وقتها طلع لسعد كمان بالفعل. وقتها نتالي لما اجت طلعت عنا اذا تذكروا الحلقه القدماء معنا بتذكروها كتبت له عرف عرفت مستي بصراحه البنت في وسط الجميع، المشهد مش جميل للقناه، خليه يعتذروا منها وخليها تروح. هون طبعا وقت نتالي هدي لسعد بلش بليلس. هون لسعد لما علق هو وداليا راح
راح يبوزلك، قال يعني يبوزلي القناة، يعني يخربوا لي القناة. طلعوا سكران، خلي يكسر جهازه. هارون وهو سكرانين. أنا كاتب عارف، اكتب لهم مننا انه ليلس معنا، يعني مصيبة انه هدوا اللي بوقت علي هذا الاسعد وداليا مع بعض، وانا بوقتها وقفت مع داليا. الاسعد هو عم يعاكس البنات على فكرة. هون كتبت له طبعا اي بعد طلعت انا السكرينات عن الاسعد انه عم يعاكس بنات. ايه صحيح، بصراحة ما تخليه يطلع على قناة تانية عندي خالص. انتبه، المشكلة ما تطلع تاني وتبعت سكرينات. انا طردته هون، وقت طردته لاسعد المنصوري بوقتها. أنا أطلب منك تنزيل رابط ويطلع معاك المرة القادمة تنزله. مين الصاحي يعني؟ كتبت له أنا حذرته، انتهى. كتبت له غلط في ليلس، يعني غلط في داليا بوقتها. كتب لي لو إني متأكد إنه يعتذر كيف كل مرة. راجعت، قلت له أنا بحبه صح. أنا صح، أنا شفت الشات. حتى لو غلطت ما كان عليه يستمهل لو كان صاحي. يستمهل، شو يستمهل؟ ما بعرف والله، ما كثير أحيانا ما أفهم على كلامه. كتب أنا متأكد راح يعتذر. هو الآن أحول مثل هارون. أحول إيش يعني؟ أحول يعني ما فهمت. أحول أي باللهجة التونسية؟ والله ما بعرف. هاي هون طبعا بعثت له أنا إيش بعث لي لسعد المنصوري لما أنا طردته مشان داليا بوقتها. هذا كله كلام عليك فاضي. هون كان في مجموعة قبل، ليش تطلع من مجموعة هو يطلع من مجموعة؟ قلت له لا خلص، تواصل مع بعض هون. خليه. أنا طلعت. أنا ما بصراحة ما بحب أي مجموعات وهيك شغلات. هي السخافة كلها ما بتهمني يعني. هو ضفناه من مدة قصيرة، ما بعرف إيش، بس حبيت أحطك بصورة. كاتب لك أقدم لك اعتذاري، أنا آسف إني إنك طالعه معك. خلاني أطالعه يمكن. ولا يهمك عزيزي. أنا صديق محترم عزيزي. كنت أكتب له أنت صديق، أنا كتبت أنا صديق محترم. بس أرجو يطلع أنت أكثر أهمية لينا منه. قال إنه لا تطلع إنه اسمه راح نطرده. قلت له لا رجاء لا تطرده، خلص أنا يعني اسمه أنا طلعت وأنا خلص ما بدي يعني. براحتك مستي. مرة أخرى أنا متأسف وأقدم اعتذاري للأخت اللي غلط معها وأنا ما أعرفها. شكرا لك. طبعا هون بعت لي ابتداء من الحلقة من الدقيقة ما بعرف إيش، والله ما بعرف. العلاقة الجميلة بين دانيال وأبوه. بعت لي كمان فيديو على أساس، بس هاي طويل وأنا بدي شيء المهم يطلع. مستي طه خارب الدنيا عن أبو تركي لأنه جاء لعندك وفضحه مباشر. هذا ما بعرف. شيء سمير هات فايتك لايتك، هذا أظن موقله هذا شيء. بعدين شتم هادي وأبو تركي كذاب. هو استهزأ في نيرمين وما بعرف إيش. مستي اسمح لي أنزل فيديوهات على الشات. فيديو اللي بعته لك بتاع دانيال وهو يشتم أبوه حتى يشوفوه المتابعين. كده قلت له أوكي نزله. إيه نزله. مستي كيفك؟ ما بعرف إيش في جديد. كتبت له جديد بشو؟ عندي معلومات إنه طه راح طالع فضيحة الأسماء بين قوسين لأنه راح يتكلم عليها زي ما هو عايز، وأنا عندي اقتراح يعمل اللي بده إياه. أنا كتبت له أنا عارف، بس يمكن إحنا نطالع فضايح كمان. أنا عارف إيده اللي توجعه هو نصر. عندك شيء عن نصر؟ كتب أنت تعرف قصة نصر مع المسيحيات. طبعا هاي الفيديو كان فيه وقت طلع له إنه كان عامل حاله شيخ ما بعرف إيش، راهب وما بعرف شو رأيك من زمان. هاي كتبت له ما بعرف، مو هذا كله عليك. مش يمكن خدمة
شيل عني المفتاح الليلة، مغير اسمي، أنا داخل باسم آخر، وهو ما عرفش. أبوي أمي رمتني ورجعت بكرة، والله ما بعرف. هو الحساب اسمه ما عرفش. أبوي وأمي رمتني ورجعوا بكرة، يعني هذا الحساب هو داخل ماشي عنه المفتاح، لأنه غير اسم مشان ما ينعرف على أساس هو داخل بهذا النك، يعني اللي اسمه أبوي وأمي رمتني. خرافي وتشك. ميرسي بالفرنساي لك مش أمقاش. يجي عندك أحمد الملحد، اتصرف معاه التيس، شوف إيش عامل على قناة علاوي. ما بيجي لعندي. كتبت له أحمد اسمه، بيروح لعند أليكس. طيب أخبره قال. هذا كمان طبعا الكلام كان بعت لي رد هذا الجحش باطل أسعد المنصوري، رجعت أعطيت له إياه. كاتب لي انه قليل ادب، ما بعرف ايش وايش، وانا وقتها حذرته لهذا، كان على الفيس، بعدين حذرته من الفيس حتى عندي كان لسعد المنصوري. هون كاتب لي على اكرم، كتبت له مين اكرم، ليش، ايش في فيديو قصير اسمعه، بعت لي اياه ما بعرف. فكان هذا يضرب كان يبعت لي، هذا بعت لي الان طه. اكيد صار مشكله انها بينها وبين، يعني قصده بينها وبين دانيال، فقررت الانتحار. فهادي ودانيال وكلابهم طالعين يقولوا هي بخير، مش هي اللي كتبت البوسة، حسابها تهكر أحا قال. مش عرفني والله، هذا في كتير شغلات ما بعرفها. امتى الخبر؟ أنا كتبت له اليوم من ساعات. ليه حالنا مجندين الكل على الفيس حتى لا يجيبوا سيرتها حدا؟ فليح وأحمد الملحد ونادال والكلب خلف وطه وزيولو كلهم يحاولون يلفتوا الانتباه عليها. أظن يمكن كان بيقصد أسماء بوقتها يعني. بسنت طالعة مع هادي في بس الآن، يعني إذا ما بلغ حدا كان يضرب كان يجي يبعت لي. هذا رفيق بوقت هذا دخل قال إنه أنا في عندي فيديو على أسماء وهي، ودخل عليهم تحت الهواء، يمكن كان بيبعت لي عليه. إذا بتتذكروا القدامى بيعرفوا يعني. سوري يعني إنه نطول، بس هلا ما بدي أدخل كلهم. قال بالذمة ده منظر. قال مسلمين هذا اللي بيضايق ليلس، ابعت لي معلوماته وإحنا بنهتم فيه وكل المجموعة. بالطبع لو هي عايزة. اوكي بعدوني وقت كان عم دالية تدعي شو اسمه انه كان هذا شو اسمه. شوف هذا الهومش فينز في سياق كلام ابو لبنان. هاي بعت لي فيديو على اساس تبع انه عم برقص تبع مساوين ملبسين وجه هادي على وحدة عم ترقص. هون كانت نجلاء على اساس تحت، قال تأكد انه هي، قبل بعدين عبالي انا تأكدت خلص طالعة. بعت الرابط وهي وروبي وانزلهم هنا وانا ابعتهم. قال هذا بعت له، بعت رابط الستريم. ايوه بعت لي صورة رندا، والله ما بعرف مين هذا رندا ومين بعت لي. جد هاي رندا؟ تفو انا كذا اول مرة اشوف رندا، كتبت له تفو على شكلها مني. هذا اخوها اللي مات. قال طب اخوها مات ليش عم تبعت صورته يا كلب يا ندل؟ مع احترامي له انا ما عندي شيء ضده. كيف مات؟ اخوه كانوا ينادوه برميل الخرا. قال كلب يا حقير، اذا هو مات يعني كيف هيك؟ هي
هي أطلقتها على أبو الحكم، لأنه هي أطلقت على أبو الحكم برميل الخرا يعني. قال مش عارف بالضبط أخبار متضاربة، لكن ممكن أتأكد. كتبت له أوكي أوكي. هون طبعا أنا وطردته له وقت بسبب بن جوبي، ووقت اجى طرد بن جوبي او حذره وهيك، بعدين طلع بن جوبي غلطان بصديقتنا العزيزه سلمى حسين. فانا رجعت سوري، ما كنت يعني بعرف انه مشان سلمى، لانه سلمى حسين صراحه من الناس العزيزات علينا جدا، يعني علي انا بالذات، يعني انسانه محترمه وانظلمت كثير من قبل النصاب دانيال وهذه. احمد مسيح، هون على موضوع احمد مسيح وقت اجى وما اجى، هذا كله على فاضي كمان. هذا سكرينات من على اساس احمد مسيح بعت لي انه شحيكي ما بعرف شو، لأنه لا يجيبني بعد. أنا ما أساسا يمكن معارضهم كلها بعضها، بس كتير لو في جديد أخبرها كمان. ما فيها كان على أساس ما فيها. هشام صديق مقرب لبطاطا ما بعرف إيش، هشام ما بعرف إيش، هذا كله على فاضي. وهون عبالله أحمد المسيح بلغ عن البث اللي ذكرت فيه بأنه كتب معكم. هو عبيط لهالدرجة؟ أهبل أهبل ونص. أنا كتبت له طبعا أحمد المسيح هذا تذكروه وقتها يمكن عن طه، عند طلع مع بطاطا ما بطاطا والشلة هاي، يمكن وقت سوى سقيفة أحمد سامي، وأنا رجعت تاني ناس سويت له سقيفة بني مسلي. سقيفة بني سامي كانت أو هيك شيء، أنا سويت له سقيفة بني مسلي. الحلقة يمكن موجودة عندي الآن. في شيء المهم هو نحن نطالعه، هذا كله عليك هذا. هون شوف مستي أخطاء البعض لو تأذى أكيد حيعملوا عليه حلقة. هون نوار معش كاتب للأسف نوار بالفترة الأخيرة عم يغرد خارج السرب. كتب إيه صح، معلش أحيانا أخطئ، فهو نوار كويس. ازيك ما بعرف إيه صديقي ما بعرف إيش، كل المجموعة تحييك واصل. شكرا لكم وتحياتي للمجموعة. المجموعة تعرفوا مين كان أبو الحكم؟ كان في هذا أبولو الأهبل، هو الأهبل كان الأسعد المنصوري، كان بظن صديقنا سوري أبو العز، وبعدين طلع منا كمان ما طول فيها طلع. وكان أشرف محمد أظن، كان رمضان كمان، وكان أليكس كمان طلع منا. يعني هاي كان أنا والمجموعة كلها دخلت فيها واقع شوي وطلعت منها يعني. معانا عباس المحتال الكبير، لا من قبل كان أحسن. أنا ما دخلني يا نادر عباس، جدك مسبي منه هذا التافه. الوحيدين اللي يعرفوه هو نادر عباس وحسين عمرو. والله ما بعرف عايش، مو هذا كله نحن ما بدنا. الدكتورة ميسة دمرتهم، دمرت طيزي دكتورة ميسة، ما أدري دمرت. من شو خافوا؟ عندي معلومات ما أقدرش أطلع حاليا، وهي لو تعطيني الإذن أخبرك مباشرة. تعرف إنه بعد نهار تماما كان بيبكي والعرصات بيواسوه، وعملوا علينا حملة تبليغات وقفلوا حسابات بعض الأصدقاء ورجعوا للتهديدات. طبعا هي كله بواطة كان موضوع شو اسمه دن 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 دن. هذا كله صراحة ما كنت أفرجيكم إياه، بس تخلي يشوفوه. بس هلا طلاقة تجي تشوفوا ندالته هذه وحسين في لبنان. يعني كيف هني كان بلبنان هذه ولا يشغل العرس؟ طه بيحاول يشغل النار، ونصر حاليا زعلان منه جدا. بدك ما نجيب سيرة نصر؟ عرفت إنه نصر قال إنه احترمته أنت ونيرمين.
وأنا من الأول عم حاول أحيد نصر ما عم جيب سيرته، وأنا بالفعل كنت عم بحاول يعني أحيد نصر وقتها واتساب، لكن ما فهمت. إيه يعني هذا تسجيل صوتي هلا نسمع عشان تسمعوا صوته، تأكدوا إنه هذا. تحياتي مستي، مساء الخير. حبيت أوصل لك المعلومة كونه أنت تعرف جيد، والكلب طه بيحاول يشعل النار بين الجميع، وأنا عرفت باللي نصر يحترمك أنت ونرمين بسبب كلامكم عنه، وكان جميل. تشكره مرة ثانية على موقفه فقط. أنا بالشكل ده تقطع الطريق عن طه، يعني طه هلا والطريق عن طه. تأكدتوا إنه هذا الحساب له وهذا صوته كمان يعني، بس هلا نرجع. قلت له أوكي تكرم عينك. هون كلنا حلوين والكويس والوحش في كل مكان. تحياتي لكم من تونس فرنساوي. أنا أساسا فرنساوي يا خي دخيل، وأنا فرنساوي. تعيش مستي المحترم. أحلى تونس. أنا صراحة بحب تونس لأنه رحت عليها مرتين على تونس، وشعبها كتير طيب يعني. ما بدي أكره التوانسة لأجل هذا السخيف الحقير يعني. هذا كله عليك. معلومات تانية عن نوار. هون معلومة تانية عن نوار على تواصل مع طوكيو. قلت له إيه بعرف بلبنان عمل بس تجريبي صغير. نوار تقريبا صار بعيد عنا، لا تقول المعلومة لحدا. عمل تحركات غير مفهومة. قلت له صح، وعم يتهجم علينا وعلى أسماء بطريقة خفية. طبعا هون نوار يعني نحن اكتشفناه يعني. كتب أكيد لو تطلع أنا أول واحد خسران. كتب عارف ما زالت ما وصلت للحقيقة. نوار تحت الهوا شيء وفوق الهوا شيء تاني. طبعا هون طبعا يعني كان مع تحت الهوا شاف يعني، والباسل لو عنده ذرة تسجيلات يعني. أنا بالكلام اللي حكى نوار، بس خلاص ما عاد يهمني نوار يعني. أنا هذا كله بعضه مش عارف إيه الهدف. أنا كتب هون طبعا رجع على تعليق ما بعرفه تحت الهواء. أنا ما بيعرفه، هو ما كان يدخل معنا. عم يدافع عن أحمد سامي بشكل مبطن. بالفعل كتب أنا بشتغل عليه من يوم عرفته تواصله. بشتغل عليه من يوم عرفت تواصله مع سامي. قصده سامي طوكيو طبعا. كتبت له أوكي شوي. حارف السبب أكيد. عارف قصده، يمكن طلعان معه عارف السبب أكيد. عنده أسماء وهمية بيدخل فيها لغير قانونية، وعند سيركل تعريس كان يتهجم منه. هون شوفوا الخطير. هون أنا كتب لي أنا طلبت من بنت تهتم فيه. أنا كتبت أنا بعرف من فترة بس كنت ساكت علشان أعرف شو بده. هو طلب من واحدة بنت إنه تهتم بنوار، يعني تدخل بنت عليه وتشوف تحكي معه وتجره. يعني هو كان عرصة. هذا سمير مناعي كان عرصة. انتبهتوا؟ طلب من بنت. مين هاي البنت عجب يا سمير يا عبد الأسود؟ ممكن تقول لنا مين هاي البنت اللي طلبت منها أنت؟ هل هاي البنت هي من بناتك؟ أحد بناتك التنتين واحدة منهم مثلا عم تشغل بناتك يا عرصة؟ لو فيك ذرة شرف. هاي موجودة، هاي عندكم. هذا كلامه. أنا طلبت من بنت تهتم فيه. شو معنى؟ مين هذا اللي بيطلب من البنت؟ اللي بيجي بيطلب من البنت تهتم معناتها أنت واحدة من بناتك دخلت معك واعطيتها حساب نوار وقلت لها تواصل بقى. ما بعرف بقى صار تواصلوا ما تواصلوا مع نوار، ما بعرف. شو رايكم؟ هون كتبت اوكي. هون عم بكتب لي ما تعرف اي نوع من البنات بفضل. كتبت هو بموت على اي بنت. طبعا نوار كان داخل يفضل بنات وانا قلتها يعني. انا قلتها
علنا بوقت طلعت انا، وقت فضحت وقت طلعت حكيت هذا على علن يعني كمان. اي بنا من البنات فضل قال محروم بنات لانه جديد بالغرب هو، بالفعل نوار هذا هو كان داخل بس بيطبق يعني بده خرم وخلاص كتب، وهدفه البنات بس من اليوتيوب. هذا انا قلته على العلن كمان يعني، هذا بعد ما هذا قلته بالفعل نوار هيك كان يعني. بيبقى شكله مش حي انه يساوي هذيك الشغله. كتب يلا روح على البث. طبعا هذا هلا نوقف ونرجع في معلومه ثانيه هلا بنطلع لكم اياها، وبعدين بنسوي المعلومات بعدين يعني بنكمل. ستوب شير. طبعا شفتوا الان انا طلعت لكم بالدليل انه هذا التافه الحقير كيف كان عم يبعت بنات، يبعت بنت لنوار تهتم فيه يعني. يعني انت هذا من قبل المره مساويها كثير وبعت بنات، بعت بنات للشباب، وبعت بقى مين البنات اللي عم يبعتهم، مين ديمون عليهم يعني، هو غير بناته ما في يعني. الزلمه عرصه تماما. الان المعلومه شفتوها بعينكم يعني. الزلمه عم يبعت بنات للشباب يعني. الزلمه عرصه برخصه يعني. شو يا ما يا سمير مناعي طلعت عرصه عم تشغل بنات؟ يخرب ديارك، ما بتستحي وعم تشغل بناتك. لما نحن حكينا على انه بناتك عم يعيشوك وهذا زعلت، جيت اكلت خرا. شو يا عرصه؟ لسه في بلاوي عندي. هلا طلع لك بلوه واحده بس ثانيه، طبعا هي مو لك يعني، البلوه لواحد. انا كمان والله هلا انصدمت شفتها يعني. دن 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 بو استي ماما. طب ولا يهمك هذا كله. الله لا العمى في شغلات، العمى بلاوي فيه. كيف انا يعني ما بعرف والله كيف هيك عدت علي هدول كلهم. تاري عم تشتغل عرصة عم تبعت بنات وما بنات يا عرصة. ما في غير بناتك صراحة. مين تبعت يعني بنات انت؟ ما في غير بناتك تنتين اكيد. بعت واحدة منهم لنوار، والله عليم لمين عم تبعت ولمين عم تبعت يعني. اسلوب اللي بيبعت بنات للعالم مشان يشلحوهم البطارين طلعت انت، مو دانيال. كنت عم تتهموا دانيال، طلعت انت نفس الشيء. طبعا في بلاوي بس بعدين بطالع حلقات تانية. هي بس هلا طلع لكم وحدة شغلة معلومة يتكيف عليها بعض الشباب. وين تعي كم يا والله شيء مخزي يا عبد أسود. يا أسود يا تشلب. طبعا مع احترامي لسود، أنا ما عندي، صار قلتها 20 مرة أو يمكن 1000 مرة أو شو جزاك. أنا مالي ضد البشرة ولا شيء يعني. أنا أبدا ما عندي العنصرية، بالعكس. بس هذا يعني هو مسوي حاله على أساس موقع اختيار الجن وشخصية. هلا بآخر حلقة بعطيك رسالة بفهمك أنا كيف عرفت كل شي عنك يا أهبل. بعطيك رسالة بفرجيك كيف عرفت عنك كل شي يا أهبل. يا أسود الشلب يا عبد الحبشي. أنت مثل ميسة، ما بتفرق شي عن بعض. أنت وميسة نفس الحقارة يعني. أنت وميسة نفس الحقارة، ما بتختلفوا شي عن بعض. وين هاي صراحة أنا شفتها اليوم اتفاجأت فيها. معلومة اتفاجأت فيها. فقال لك شات طويل بيني وبينه يعني. بدها حلقات وبدها بالساعات لطالع لكم. هون عم بيحكي على كلام خطير على عزيز الربوبي، معلومات عزيز الربوبي. شوفوا وصفته لهذا القذر. الله فضايح عبير هو عزيز الربوبي. طبعا وقت كان في هذا عبير القاضي كانت تدخل
ذكروه إذا ما بتذكروه هذا الشخص اللي كان داخل، ما بعرف أنا، كل مرة يقولوا عزيز، مرة يقولوا زياد، كل مرة كان يقولوا شي مين، مرة يقولوا طه هو هذا عبير، ما بفهمنا يعني. طبعا غير كذب ما في عندهم، غير كذب ما في. تدللا بوينة أرينسوية، دكتورة الميسة، دكتورة خيرية، دكتورة الجحش اللي مثلك، إيش في جحش مثلك، هي دكتورتهم إياه. وين هاي؟ والله شات طويل ممل. يخرب دياره ورايح مسجل لك، كان يسجل بسوس دانيال وهادي وخلف وهدول كلهم بالثواني، لك ما يقطع شي عنه ثواني. كيف انت كنت اوكي وقتها يمكن كان شو اسمه، بس لهلا انت هيك، كان كورونا كان بارك بالبيت مثلا، بس لهلا انت هيك ما عندك شي لا شغله ولا عمله، بارك بس عم تاكل خرا ورقد لي ورا طيز ميسه، بدك تاخذ لك هيك شي لحسه من صرمايتها. صحيح بعدين حسين الشبشب ريماس رجع كان عم يسوي دكتوراه كيف اللي يكون شبشب لريماس، اخذ الدكتوراه تبعه، ولك حسين اهبل رجعت اخذت دكتوراه انه كيف يكون شبشب عند ريماس، ها ولا؟ هون عن ايمن جودة، يا خيو بلاوي. هون لما هي سوزان باك طلعت قال انت اعطيتها المايك، قال هلا مين بدي سكتها، قال لسوزان، قلت له لا انا بسكتها لا تخاف علي. وبالفعل كان سوزان باك اذا تمسك المايك كان غير داروين ما بيقدر يسكتها كانت. وين هاي عشان بدنا نفرجيكم اياها عشان نشوفوا تفاهة هذا الحكير، ايش قده حكير، ما فيش ولا مصري واحد. طبعا تسجيلات صوتية، في بيناتنا محادثات. هون كاتب لي مستي انت ممكن تسمع كلام عني اليومين الجايين، ما اعرفش ايه بالضبط، فقط عايزة تتأكد من شيء انه انا معك مهما صار. اليوم عرفت انه في شخص عايز يبعدني عن القضية، وخاصة انت والدكتورة ميسة، ولما اتأكد مين هو اقلك. طبعا هو كلب، شوف الله عليه مش هيك وهيك الخرا، بيجي بيسبق الاحداث، كان يعني بيقول لي انه هون بعت لي صورة صالحة، ست صالحة، طبعا هذا كله موجود، كاتب لي صالحة وعم بضحك يعني، بعت لي صورته لصالحة. بلاوي هو استفاه. هون بعت لي صورة بسنت كمان، بعت لي صورة بسنت. طبعا هون على اساس على طوكيو ما طوكيو، فبلك هبل كلام هبل.
بس تطلع هاي الشي مهمة صراحة. أنا ما بعرف كيف عدت علي هاي ما شفتها. شي يعني في تعليق عنده مهم أنا ما شفته والله. ما كتير أحيان ما كنت أهتم فيه يعني صراحة. هونيك بعت لي سكرينات لطه، كاتب لي مستي طه بتقرب على داليا حتى ياخد منها معلومات عنك العرصة، على أساس داليا يعني كانت كتبت، أنا كتبت له هون طبعا أنا بقراك يا بفرجيك كان طز فيها وفي طه ما عنا شيء نخاف منه. طبعا يعني على أساس طوكيو الحقير كتبت له، على أساس يعني أنا كتير خايف يعني على أساس من داليا يعني عندها معلومات عني أو شيء. طبعا أنا بحكي على صلاح رضوان وأشرف محمد، إنه العم أشرف أنا كتبت له تاج على راسي. صراحة كنت أعزه كتير للعم أشرف يعني، بس للأسف هون كاتب أشرف وصلاح والدكتور شاهين. مين هذا الدكتور شاهين؟ ما بعرفه والله. مأثرين على الكثير من المسلمين بصراحة، هم أوفياء لقضيتنا وطه عايز يضربهم بأي طريقة. كتبت له طه الصرصور. قال مش حتى يعرف يعمل حاجة الدكتورة نفشته شو هي؟ تفشخه سوري، تفشخه الدكتورة. ايه الدكتورة تفشخ بالكذب وبالنصب والاحتيال. دكتورة المجاري. ايه بدنا تطلع هاي شات، عبالك شات طويل كتير بيني وبينه. هون كاتب لي اسمع من دقيقة 40 عاملين قناة جديدة للقرد سليم خلف طالع معاه ومستأذنين ناكل مع بعض لأنهم طنشونا. مستنين ناكل مع بعض لأنهم طنشونا، والله ما بعرف. السيرك عامل حلقة جديدة. طوكيو البطل يرد على تحدي الدكتورة خيسة. شربها الأهبل. ورجعت بعت له تعليق لأسعد المنصوري، ما بعرف ايش كان كاتب هذا الأهبل، ايش دخله بالموضوع كاتب. بقول لك شي سخافة عنده سخافة لعمى. عرف. بس أنا بدي أطلعكم لشي وشغلة مهمة ما عم تطلع لأنه الشات كتير. هون بعت لي شي كاتب لي مستي أخطأت في الإرسال، والله ما بتذكر شو هو. هون شوف العرس عزيز بيشتغل من ورا طوكيو. بعت لي سكرينات طبعا، هو يعني هو كان في بيناتهم شات، كان شو يصير بيناتهم يبعت لي سكرينات بيناتهم. طبعا كله سكرينات اللي صاير بيناتهم كله عم ببعتوا يعني هون. حتى جايب لي ايمت تواريخ مثلا فيديو بقول لي بالتاريخ كذا للتاريخ من يعني التوقيت كذا للتوقيت كذا، اسمع يعني مشان اسمع ايش عم بصير انا. هون على عزيز وعلى طوكيو، وانه كان عم تهجم على صديقنا سوري ابو العز الله يذكره بالخير. كله بعت لي سكرينات هذا كله. مستي ابعت لي الكلام اللي كتبه لك لسعد لأنه عايز يتصالح معك ويعتذر لك، وأنا عايز أفهمه أغلاطه اللي عملها.
بعت لي إنه في حدا ما بعرف أخوكم طالع بس مقاطع من حسن البدري، إنه إذا بده حسن يحكي معه ويبلغ عنه. وأنا فيما يخص هيك إحنا شبه متأكدين إنه عزيز، لأنه عرفنا إنه عزيز هو جابر اللي درسناه وبحثناه وراه ولقينا أن أسلوبه يشبه بالضبط أسلوب سيرك. طبعا أنا لما ذكرت هاي الهبلة إنه طبعا أنا رفضت يعني إنه يذكروا إنه اسمه ومعلوماته العزيز، قلت لهم عندي كله إثبات يعني بهذا الكلام مو عندي، وأفجيكم إياه إن شاء الله موجود، إن شاء الله بالحفظ والصون كلهم في كتاب محفوظ عندي، ما في شي بيروح. هون بعت لي كمان الدقايق إن نتفرج تسمع وسليم. هون مستي نسيت أقول لك إن أبو الحكم تعرض لكسر بإيده وكلمه من كلمة منك تواسيه وتسكر فم كلاب كتيرة. طبعا هون لما علقت مع أبو الحكم والله ما بعرف وقت مشان إيش وقت علقنا معه، مشان وقت حسن بدري هو يعلوا مع بعض وأنا خريت عليه، والله ما بتذكر وقتها شو السبب أنا علقت مع أبو الحكم بوقتها. كانت وقتها أنا طلعت قال لي إنه مرضان، أنا طلعت الزلمة تمنيت له الشفاء يعني. لا شو اسمه هون مستي خذ المعلومة الأكيدة، دي رندا جوزها مش ضابط، جوزها بتاع سيارات مستعملة يعني شغال في الخردة. يعني أنا والله ما سمعت مرة ولا مرة ضابط جوزها، وإن كان خردة ولا كان ضابط يعني مثل طيزي، يعني شو بيهمني أنا إن كان ضابط إيش يأثر علي أنا هون في ألمانيا مثلا، خر عليه وعلى أحسن أكبر ضابط في مصر يعني، شو يهمني أنا يعني ضابط؟ أنا السيسي نفسه خريان عليه، بدي أسأل على جوزها لرندا إن كان ضابط ولا كان شو اسمه. والله يعني غريبة، يعني كان بتاع خردة ولا كان ضابط، شو العلاقة فيه يعني أنا. والله ما بعرف، هاي طويلة وما بلاقيها، فما بدي أدور كتير هذا كل هذا، وطولت هلا أنا ولازم أنام قبل ما إيش اسمه. يعني طلعت كلكم هالمعلومتين، وفي معلومات كتير خطيرة عن هذا القذر، كيف عم بجيب معلومات الناس، كيف عم بيروح بيدور ورا معلومات فلان وعلتان، بيروح مثلا أي واحد، حتى لما كان مثلا هارون، مثلا هارون كان معنا، كان بوقتها كان صديق يعني بالنسبة له، مثلا غلط فتح الشاشة لقط له الصورة رأسا سواله شوت سكرين. طيب انت هذا كان صديقك لسه في المعلم، انا هارون تحت الهواء اجى عدة مرات وكان يفتح الكاميرا هارون قبل يطلع بوجهه، لا قبل لسه قبل ما يفتح يطالع وجهه، هذا كان يجي يسوي يفتح الكاميرا ويطالع، مثلا يفتح الزلمه يفتح بوجهه ويحكي معنا تحت الهواء، اللي اجى مرتين يمكن ولا ثلاثه معك بس كان يفتح الكاميرا معنا ويفتح بوجهه يعني. يعني انت يا تافه، انت كنت صديقه ووقت فتح الكاميرا اصلا سويت له شوت سكرين ومحتفظ بكل شيء مثلا عندك، معناتها انت شقدك ندل، شقدك شخصيه حقيره، شقدك واحد عرصه، عم تجمع بتروح بتجيب معلومات فلان وعلتان والمفيدين مثلا، بعدين تختلف معهم تطلع تهددهم مثلا ببياناتهم ومعلوماتهم. انت شخصيه تافهه وحقيره، وتلفيق في كتير عندك، تلفيق قصص وكذب، يعني قصص وهميه وكذب، في قصص كتير وهميه عندك وكذب. انت انسان سخيف وندل، من احقر الشخصيات اللي بتتواجد تحت الهواء، واللي من تحت لتحت هو انت من احقر الشخصيات. فيا ندل اترك ندالتك واترك الحقارة تبعك واترك الوساخة تبعك. انت مثل ميس عمر ما تفرق شيء عنا، انت بسخافته وندالته وحقارته. بعدين يعني عم تبعت بنات، يعني معقولة بعت لفلان وقلت معقول انا اجاني كم واحدة كمان ما رديت عليهم، معقول انت كنت بعتهم مثلا ديفشن علينا مثلا مبالك دي شلحونا بطارينا، فكرنا نحن مثل الاهبل طه ولا غيرهم. فجيتكم شورت سكرين السكرين، فجيتكم يا الماسنجر كيف بيبعت له بنت لنوار.
في مين هذا اللي عم بيستخدم؟ ما ممكن تقولوا لي فقط مين بيستخدم هذا الاسلوب اللي بيبعت بنات غير تشوهلتا العرصه؟ يعني العرصه اللي بشغل بناته هو، ومين بيبعته؟ مين على مين بيمون؟ ما بمونه غير على بناته اللي عم يعيشوه. فمعناتها عم ببعت بناته للعالم، ببعت بناته مشان يحكوا مع الشباب وما شباب، وياخذ معلومات، وياخذ مثلا منه البنت تحكي معه، هذاك الزلمه بيدخل في علاقه حب على اساس، فبياخذوا بيانات هيك بهذا الاسلوب. ما تجيب بيانات العالم هذا السخيف والندل. بيستخدم بناته، بيشلحوا الناس بطريقه، بيهددوهم، بقى الله عين ما خفيه كان اعظم. اذا في شيء ثاني بياخذ، بفرض على الناس مثلا بياخذوا منهم مصاري، بفرض، ما بعرف، هي ما بعرف انا، بس اللي بيستخدم هذا الاسلوب بيطلع منه كل شيء. اسلوب رخيص وواطي، واسلوب التعريص والدياسه، هذا بيطلع منه كل شيء. هذا معناته ببعت بناته مشان بيطلع منه كل شيء، يكون عم بيستغل العالم، وببعت فلان بنته لفلان، وببعت بنته الثانيه لفلعلتان، وشات وسكس كام وما بعرف ايش وايش، وبقى شوف الله عليهم، شاد عالم بيعت بناته، وساحب البيانات، وساحب معلومات، ومشلح بطارين. بس يا حسره ما قدرت تشلحني البطرون، يعني اذا كثير حسره البنطلون تبعي لعيونك، يعني انا ما عندي شيء مخبى. ما بنخجل نحن، يعني طالما اذا بدك مشتهي تشوف شيء بنفرجيك. يعني اذا انت خول وطنط وعرصه قلنا عشان نعرف. يا كلب، يا اسود، يا حقير، يا ندل، يا سافل، بصراحه انت حرام تكون تونسي. انت حرام تكون تونسي اساسا، لازم يسحبوا منك الجنسيه التونسيه، لان اهل تونس اشرف وانبل منك بملايين المرات يا ندل. انا رحت وشفت الشعب التونسي شعب طيب، بس انت ما لك علاقه اساسا. الله عليم، شوف انت شو اصولك ترجع. فحاج تطلع وتتهبل وتاكل خرا، ولسه بلاويك جاي. لسه هلا انا ماني فاضي لك، بلاويك الثانيه جاي على الطريق. لا طالع بلاويك وافضحك، لا سويك مثل الكلب قدام العالم. يا حبشي يا ندل، يا حبشي يا ندل. هلا لهون حاجه بكفيك. ما عندي بقى صراحه 100 سايت، شبكاني 100 سايت، لازم هلا اسكر. نلتقي بحلقة جديدة لإلك ولفضايحك يا ندل. وبس حبيتك أفجي شيء بسيط الآن للشباب، خلي يشوفوا، والباقي الأعظم لسه جايك على الطريق. جايك يا ندل، جايك يا حقير، يا واطي، يا عبد الأسود الحبشي، يا حبشي أنت يا ختيار الجن. يا عمك كلك انطلقتوا شلة ختارة، شلة عوانس، شلة نصابين، شلة محتالين. وفي رسالة لوحدة بس هيك حبيت أوجه إيميل على، طبعا كمان يعني ختيارة تقريبا صار عمرها 49 سنة، الجاية عمرها 50. لما تشتري يعني لا تزودية، عم تشتري متابعين وعم تشتري مشاهدات، أوكي عم تشتري ذكاء أنت، فأمان علي، ما بدي أذكرك. كل يوم تشتري 10 و20 و10 و20 باليوم، وعم تشتري مشاهدات. يعني على إيش هالهبل هذا؟ يعني على أساس تتفهمي حالك إنه أنت شخصية خرية كبيرة، انه على اساس حلقاتك متابعه وعندك متابعين. هبلك لا تسوي على العالم كشفتك يعني. وانا ما بتهمني كلك على بعضك، ما حدا بدخل بتفرج على حلقاتك الخرنزعيه، يعني ما شاء الله. شيلوا اتركوا الهبل، خرافي وجهكم ووجه مديراتكم. كل قرف شفنا، كل قرف. كيف كنا مع هيك ناس؟ انا ما فهمت والله. بدي اخرف نص كورونا اللي عرفتنا بهيك اشكال، عن جد اخرف نص كورونا. طيب، تحياتي لجميع الأصدقاء والصديقات. في شغلة تانية كمان، كل واحد من أهله رايح مين ما كان يكون، مين ما كان، هذا الكلام موجه للجميع. إذا بيكون بيروح عند ناس أنا ما نعلم وين ما بيروح، هو ما وعده لي، ما بصير عدو، بس هو لا صديق لي، ما بقى صديقي أبدا. بيروح عند هالمجرمين وبيحكي معهم أو بتواجد عندهم، هو حر. بس لكن انا بالنسبه لي لم يعد يكون صديقي، يعني ما بيكون صديقي ولا بتشرف بصداقته لهذا الشخص مين ما كان يكون. الكلام موجه للكل، اللي عجبه على سلام. طبعا ما وعدوا لي، هو يستقل، كل واحد بحاله وخلاص. انتهت صداقتي معه، وكل واحد بحاله. وتحياتي للجميع، وتحياتي اكيد العزيزه نايل تسمع الحلقه لما برفعها. وتحياتي للجميع.